علبه 6 كيلو 1900 جنيه. فتح عضلات فيديو جديد. طبعا يا جماعه بكره العيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يسعدكم يا رب دايما وكل ايامكم تبقى سعيده. النهارده يا جماعه انا قلت بقى ايه، بما ان بكره العيد اجرب لكم كحك العيد من حلواني العبد. جايب كل حاجه تقريبا يعني قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. اول حاجه هنبدا بيها بسكوت بالزبده، ده ربع كيلو. طبعا الحاجات دي يعني صلاحيتها 7 شهور، دي 18 قطعة. طبعا حلو جدا فكرة ان هم يبقوا كل العلب مكيسينها، اللي هو متبرشمة خالص، متقفلة من جميع النواحي، لان طبعا انتوا عارفين يا جماعة الكعك بالذات لما بيخش له هوا بيبدأ يطرى بقى وكده، فحلو قوي ان هم مبرشمينها خالص خالص يعني. تمام. العلب شكلها شيك يعني. نفتح ونشوف. ده كمان من جوه متقفله، بس البسكوت مكسر، ممكن يكون اتكسر مطرح مش عارف. تمام. ده بكام بقى؟ ب60 جنيه. يمكن دي ارخص حاجه معانا النهارده. الاسعار يا جماعه، هو ده بسكوت نواعم ولا ايه؟ لا مؤاخذه يعني. البسكوتيه مش طويله يعني، هي طبعا لما بتبقى طويله بيبقى احلى، عشان لما بتحطها في الشاي تبدأ تفت براحتك وكده، بس هي كطعما جميله جدا يعني. لا جميله جميله قوي، وايه طريه كده لذيذه. لا بجد اول نوع ده البسكوت بجد طعم قوي قوي قوي، وسكره مظبوط جدا يعني. تاني حاجه معانا الكوكيز. وبعدين انا بقى يا جماعه اخترت علبه فيها كوكيز اللي بالشوكولاته واللي بالفانيليا في نفس العلبه. كوكيز شوكولاته بقطع الشوكولاته، والتانيه فانيليا بقطع الشوكولاته. كاتبين بس عدد القطع، انما مش كاتبين قد ايه. 18 قطعه يعني، ممكن تكون ربع كيلو. بصوا شكل العلبه اصلا يا جماعه، شكل العلبه حلوه قوي، شكل العلبه لوحده يجوعك، صايعه قوي. ودي بقى سعرها 70 جنيه. ممكن ما حطيتش لايك ليه يا ابني؟ ما تحط لايك يا جماعه. في ايه يا جماعه اللايك؟ انت والله يا جماعه ما هتاخد منكم مجهود. انت وانت تك لايك خلاص شكرا. في ايه يعني ايه مش عارف، انا مش عارف ايه ده. ده عاملينها والله حلوه، عاملينها على صفين كده. الكوكيزايه يعني مش عارف اقول ايه يعني. شكل الكوكيزايه، وعليها بقى الشوكولات شيبس. ايه ده؟ ايه ده؟ جامد. بس الكوكيز اللي بالشوكولاته هو طبعا شكله جامد جدا يعني. بصوا شكلها عامله ازاي. هي شكلها جامد جدا. بس في عيب هنا، ان مش كلهم متظبطين صح يعني. بصوا دي مثلا فين الشوكولات شيبس يعني، يمكن الفانيليا اهون شويه في يعني، يعتبر ايه كام واحده كده مش متظبطين قوي. فبس هو دي النقطه، ان في الكوكيز كطعما رهيبه جدا جدا جدا، بس مش كل الكوكيز معموله بنفس الجوده. اوكي بس عامه الكوكيز روعه يعني. الحاجه اللي بعد كده الحركه دي تقريبا هي اللي تقريبا الدبه دي هي اللي بتكسر البسكوت. لاني بص انا بقى دبها ده يعني بتعافى عليها. ده بقى يا جماعه بسكوت شيكولاته 36 قطعه نص كيلو. ايه ده بسكوت بردك يتفت في الشاي، مع ان بسكوت الزبده بردك المفروض ان هو للشاي يعني. بس هل بقى ده يكون طويل شويه؟ نشوف كده بقى. هل ده وده سعره 115. بصوا مترصص ترصيصه ايه يا جماعه ده. يعني بصوا الشكل لوحده يعني، بصوا بس الشكل لوحده عامل ازاي اصلا يعني. ايه ده يا جماعه؟ لا يعني لا بجد يعني. والعلب لذيذه قوي يا جماعه. العلب البني الرقيقه دي في متكسر برضك غالبا يا جماعه بسبب الهبده اللي انا بس الهبده مش سهله برضك، بس هو برضك قصير زي التاني. اوف يا جماعه. ايه ده يا جماعه؟ بصوا شكله جامد قوي قوي قوي.
لا جامد جامد. بس ده متهيألي يبقى احلى لما يتفك في شاي بلبن مش شاي عادي، لان هم حتى راسمين شاي بلبن على العلبه. بصوا يا جماعه اسمعوها من واحد خبير في الاكل والحلويات. البسكوت العادي الزبده او البسكوت الساده العادي يتفت في شاي بس، انما اللي بالشوكولاته لازم شاي بلبن لازم. انما ده يتحط في شاي عادي لا، يبقى انت كده بوظت متعته. لا ما ينفعش، انا بقول لك ما ينفعش. مش عارف طريقه اتعصبت ليه. طيب نخش بقى في الكحك المشقلط وده سعره 125 جنيه. طيب ده غالبا بردك نص كيلو زي التانية، نص كيلو فعلا زي التانية. 16 قطعة. كحك مشقلط. اها مشقلط يا جماعة، يعني بصوا مشقلط ازاي، يعني تبقى الكعكاية وعليها شوكولاتة. ده كده قلبوا الكعك بوتيفور يا جماعة. ايه اللي دخل الكعك في البوتيفور يا جماعة؟ اوف الكعك المشقلط ده فكرة بنت لذينة. ده انا بموت في البوتيفور لما بيبقى كده، ما بالك لما يبقى كعك مش يعني يا جماعة بجد. لا الفكرة ايه ده، وبسكر ايه ده ايه ده اوبا ايه الحلاوة دي يا جدعان. ايه ده ايه الشغل العالي ده. بص حاطط لك ايه عشان نحط جواها السكر. لا انا شايف بصراحة يعني ان في لا بجد الفكرة دي ممتازة جدا. يعني انت متخيل بدل ما تقعد تبهدل الدنيا. انا متمزج جدا يا جماعة من الحركة دي. ده اصلا حتى ممكن تستخدمها بعد كده في حاجات تانية، يعني دي خسارة ان تترمى اصلا. بصوا تتفتح من فوق ومخرمة بقى عشان لا ايه يا جماعة ده. بصوا يا جماعة اهي الكحكاية المشقلطة. بصوا نصها شوكولاتة ازاي. انا بقى دلوقتي هشقلطها كده، هشقلطها. ايه ده بنفعص كده. هم عاملينها رقيقة عشان نفعص يقوم اوف الله. شوف هم عاملينها عشان ما بهدلش الترابيزة. انا برضك بهدلت الترابيزة. مفيش فايدة يا جماعة. كعكة طرية وفاضية من جوه، ما فيهاش ملبن. بس مش راكب عليها السكر. انا شايف ان دي بالذات تبقى احلى تتاكل من غير سكر. انا بقيت بحب اكل الكعكه من غير سكر. هي نفسها اصلا مسكره وزي الفل، مش محتاجه سكر. على فكره السكر مبوظها اصلا ومش لايق عليها بصراحه. ان انت حاجه بالشوكولاته هتحط عليها سكر مش راكبه. ده هي عسل. احلى حاجه فيها طريه يعني. الحاجه اللي بعد كده معانا كعكه عين جمل. دي بكام بقى؟ ده كيلو 290 جنيه. اسعار الكعكه يا جماعه بقت اسعار سياحيه يا جماعه. ايه ده العلبه دي بتتفتح من فوق. بصوا الكعك نفسه عامل ازاي، وبرضك الامبول اللي في الجنب ده. لا يعني جميل. بس طب مكتوب كام قطعه على كده؟ لا مش كام قطعه بقى، ده بالكيلو. متهيألي مش هيبقوا كاتبين. لا والله كاتبين 32 قطعه. طب تعالوا بقى نجرب. بصوا يا جماعه هي الكعكه معموله متقسمه كده من فوق تخطيطه حلوه قوي. التقسيمه دي مخليها شكلها جامد قوي. بس للاسف مش كله كده، يعني في انواع مطموسه. يعني مثلا شوفوا دي عامله ازاي. للاسف مش كله للاسف. ايه ده حاطين بقى المره دي طبعا كيسين سكر. عشان ايه؟ عشان ده كيلو. وبرضك نفس الامبول. بس انا هسيب بقى الامبول ده يعني خلاص بقى. ما انا مطلع اهو واحد اهو. نجرب كده واحده. ايوه عين الجمل ظهرت اهي. ايوه بس هما مش حاطين
يعني حته كبيره، حاطين حته صغيره كده. بس عامه هو عشان من غير ملبن، هو صافي يعني جمل صافي، فتحسه اكتر عن الجمل. اقول لكم بقى على حاجه، كان زمان مره جربت كعك عن جمل صافي. من مين بقى؟ من حلوان الجمل ركن النيل. كان جامد قوي، وكانوا حاطين عين جمليه كامله، كان شديد قوي. بس بعد كده للاسف بقوا بيعملوا اللي هو الملبن عين جمل. العين جمل الصافي ده بقى نادر ان تلاقيه، يعني ما عادش بيبقى عندهم كتير. يعني تلاقي دايما اللي موجود اللي هو الملبن عين جمل، وتلاقي عين جمل حاطط لك فتافيت كده، اللي هو تحس انت بتاكل كعك ملبن، مش ملبن عين جمل. فهنا يمكن عين الجمل اللي حاطينه اكتر شويه من اللي بيحطوا ركن النيل، اكبر سنه يعني. بس اللي مخليها باينه وطعمها واضح هو ان مفيش ملبن. ما بقتنعش بصراحه يا جماعه بالكعك الملبن عين جمل. اللي عين جمل لازم يبقى صافي. صافي غالي يعني يا جماعه، مش رخيص. ليه بيحطوا فتفوته كده؟ ما تحطوا. بصوا دي عين الجمليه باينه من فوق، مطرشقه من فوق. ايوه، فعين جمل فوق وتحت. لا دي كانت احلى، لان فيها عين جمل اكتر. بس عامه الكعك جميل، بس هم بس لو يظبطوه بحيث ان هو يعني يبقى كله كده، كله يبقى فيه التقسيمه ديت، بس يبقى جامد قوي. النوع اللي بعد كده معانا كحك بالفستق. فستق، انا كنت مفكر يا جماعه ان هي بتتكتب فستق بالدال، فستق زي ما بننطقها كده، طلعت مكتوبه ايه؟ فستق. ده بقى كيلو برضو، بس بكام؟ ب 330 جنيه. بحس يا جماعه العلبه عامله زي علبه حلاوه المولد. شوف الفستق. طيب تعالوا بقى نشوف كده الفستق هينفجر من الكعك. تلاقي في كعكه كده مطرشق فستق. تعالوا ناخد واحده من اللي منفجر فيها الفستق ديت. بصوا الفستقيه مطرشقه من الجنب. طبعا في بردك الامبول ده ثابت في كل حاجه. الامبول ده فكره صايعه بجد. وبردك حاطين كيسين سكر اهو، بيستاشيو. متهيألي البيستاشيو ده يا جماعه اما يبقى الفستق صوص، ما عكس الفستق هو كده. ممكن هو تقريبا اصلا كلمه بيستاشيو متهيألي فستق بالانجليزي. بس المطاعم وبتاع الحلويات صايعين قوي في ان هم ما يقولوش صوص الفستق. الكلمه بالانجليزي مديه اصلا انت عاش ابن الذين. يعني مثلا بتقول ايه؟ صوص البيستاشيو غير صوص الفستق. ولا في فستقه تاني، فستقه ايه ده؟ بس الكعكه مهرهده شويه، معرفش هل ده من الهبده. برضك هنا للاسف البتاع مطموسه. يعني بصوا واحده بالعافيه اللي فيها التخطيطه. ما علينا، المهم طعمه جميل. بس بصراحه يا جماعه حاسس كده حاجه، رغم ان كان يبان ان هي في فستق كتير، بس لا فعليا مش، ما حسيتوش قوي. عايزين المفروض يا جماعه الكعك ده خاصة ان هو ما فيهوش ملبن، يزودوا بقى الفستق ويزودوا بقى عين الجمل عشان تديك الاحساس. الكعك نفسه كخامة جميل جدا وطري ولذيذ وحلو وناعم كده، مش اللي هو الكعك في كعك كده يا جماعه اللي هو ايه، وانت بتاكل تحس ان انت لازم تتك عليه كده ناشف. لا ده كعك ناعم وناعم جدا جميل. بس لا يعني الفستق يزيد شويه والعين الجمل يزيد شويه عشان يديلها الاحساس. اوكي، طب ما نشوف واحده فستقه تاني. احنا اشمعنى عين الجمل؟ يعني ممكن اجرب المخططه دي. بس الكعك شويه فيه عيب ان هو بيفتفت، ومحدش يقول لي ده عشان الهبده. لا انا اكلت دلوقتي كعكه سليمه اصلا، مش مكسوره، سليمه جدا تمام. وانا باكلها تحس كده عمال ينزل منها حاجات. ده مكتوب عليه 32 قطعه بردك زي الجمل. اخر حاجه معانا بقى، ودي اللي هنختم بيها الفيديو، علبه مشكل 2 كيلو. انا والله يا جماعه كان نفسي من البدايه ان انا اجيب، بس العبد بيعمل لغايه علبه مشكل باوزان كتير لغايه بيوصل لغايه 6 كيلو. بس بكام يعني الاسعار يا جدع؟ 1900 جنيه.
بس انا يعني ايه لما جيت اجيب ما لقيتش الا اللي هي بس هجيبهم من السوبر ماركت يعني تمام. فاقصى حاجه عندهم كانت اللي هو ال 2 كيلو ونص، ودي كمان كانت اخر واحده. بس انا لا انا جبت ال 2 كيلو مش ال 2 كيلو ونص، وفي حاجات تانية بقى جبتها لوحدها، ودي كانت اخر واحده من ال 2 كيلو، دي كانت اخر واحده في ال 2 كيلو. فكويس ان انا لحقتها اصلا تمام. دي بقى يا جماعه بكام؟ اقولها لكم بس الاول. ب 480 جنيه. ال 2 كيلو ونص كانت ب 600 جنيه. هي مكوناتها عباره عن ايه؟ 36 قطعه بسكوت ساده، 15 قطعه بسكوت بقطع الشوكولاته، 32 قطعه بوتيفور ممتاز، 8 قطع كحك ساده، 8 قطع كحك ملبن، 18 قطعه غريبه. الفرق بينها وبين العلبه ال 2 كيلو ونص ايه؟ ان في ال 2 كيلو ونص بدل ال 32 قطعه بوتيفور ممتاز كان 28، بدل ال 8 قطع كحك ساده كان 16، وكانوا حاطين بقى تقريبا 16 قطعه عين جمل او 8 مش فاكر بالظبط، بس هي فروقات بسيطه يعني اللي هو ايه مكترين في مقللين البوتيفور الممتاز ومكترين في الكحك الساده وحاطين كام قطعه كده كعك عين جمل وبس. ده الفرق يعني، عشان كده ما جبتهاش وجبت ديت وجبت بقى الحاجه اللي عين جمل ده لوحده والحاجات التانية لوحدها. بيقول لك ايه المكونات دي؟ ايه سكر بودره بيض 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 مش عارف، مش مهم المكونات يعني. اهم نقطه في الموضوع ده يا جماعه ان عاملينه بايه؟ سمن بقري طبيعي وزبده بقري طبيعي حلو، لان في بيعملوا بسمنه مهدرجه. السمنه المهدرجه طبعا بتخلي الكعك كده ناشف وبيبقى يعني بتبقى مش حلوه يعني. في بقى محلات بتعمل ايه اللي بالسمن البقري الطبيعي بكذا واللي بالسمن المهدرج بكذا، بيبقى ارخص يعني. بس ده حلو ان هو عامله بالسمن البقري الطبيعي. تعالوا بقى يا جماعه نفتح العلبه المشكله ونشوف. واو ديور بقى حاجات. ايه ده؟ العلبه الصغيره يحط عليها كلمه العبد صغيره، العلبه الكبيره يحط العبد كبيره. طب نجرب كده، هم 3 4 5 6، هم 6 حاجات نجربهم كده حاجه حاجه. ده اول حاجه ده كعك ملبن، ده اللي قدامي ده حاطين كيس بس من غير. ايه ده؟ في العلبه دي مش حاطين في العلبه دي مش حاطين الانبول عشان اصلا ما فيهاش كعك كتير. ماشي نجرب لنا كده يا جماعه كعكايه ساده. بصوا تحسوا ان في بصوا مفتفته ازاي شويه. لا ملبن يا جماعه مش ساده. معلش شغال بس حسيته مفتفت اكتر كمان من الكعك التاني اللي جربته اللي بالفستق وعين الجمل. والملبن مش الملبن الطري، تحس كده شويه ان هو ايه بيشد سنه كده، بس يعني شغاله اوكي. طيب تعالوا نجرب الغريبه شكلها معمول صايع قوي، عاملينها بشكل غريب يعني. بصوا شكل الغريبايه. لا حلوة 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 حلوة. كنت بقول انا باكل طلعت حلوة. ايه ده؟ ملاحظ حاجة، البسكوت السادة اغمق من اللي بالزبدة. ايه ده؟ بس السادة جامد قوي ناشف. الظاهر ان هم ممكن يكونوا عاملينه كده عشان لما يتفتف الشاي ما يبوش بسهولة، انما الزبدة طري. هم شكلهم عاملين ده قاسي كده جامد عشان لما يتفتف الشاي. انا متأكد ان هم قاصدين الحركة ديت يعني. هو حلو رغم ان هو جامد بس طعمه حلو برضك، بس هو مقصود يعني. فعشان كده لو في حد بيحب البسكوت دوت ويحب ياكله كده من غير شاي فارشح لك اكتر اللي بالزبده، مش ده افضل مع الشاي، التاني افضل لو لوحده. ده في حاجات غريبة عن ده، في كمان لقيت بسكوت بالبرتقال بس ده ما جبتوش بصراحة. بسكوت بالبرتقال ايه يا جماعة؟ بسكوت ايه اللي بالبرتقال يا جماعة؟ ده الكعك السادة بقى ده مكتوب عليه اهو بصوا، بس مش كله مكتوب عليه. طب اشمعنى دي يعني؟ المهم
يلا نجرب لنا واحدايه كده. هو الحلو في ده ان هو ماسك نفسه شويه عن الكعك الملبن. طيب نخش بقى على البوتيفور الممتاز، 32 قطعه بوتيفور ممتاز. ماشي تعالوا كده نجرب ده. هما 9 انواع مختلفين. طيب يلا نجربهم كده واحده واحده. دي اول نوع معانا يا جماعه، بوتيفور عليه شوكولاته وشوكولاته بيضه كده. ايه ده بني من جوه يعني. حلو أوي، نوع ده حلو. تاني نوع بوتيفور لوتس. حلو، الميزه في ان هو اللوتس مش محلون، معقول كده. هم اصلا مش لوتس كتير، لوتس متفتفت كده حبه كده، فعشان كده ايه، لا جميله. ماشي، تالت نوع معانا بوتيفور نجوم عليه شوكولاته شيبس. حلو قوي. رابع نوع معانا ده بوتيفور عليه وايت شوكليت وعليه كمان لوتس. دي ما عجبتنيش، البسكوته كده مش حلوه كده زي البسكوت التاني ده، غير ان انا اصلا بكره الشوكولاته البيضاء محلونه قوي. في ديت بقى بوتيفور شوكولاته وعليه شوكولاته شيبس، بس للاسف طبعا مش كلهم زي بعض يعني، في اللي عليها شوكولاته شيبس كويسه، في اللي عليها مش قوي. ده خامس نوع على فكره. لا بني من جوه. بس على فكره في حاجه يا جماعه، العلبه دي كده مش 36 قطعه. ليه؟ لان هما 12 خانه، مش كل الخانات فيها تلاتات، يعني كده يعتبر ناقص 4 بسكوتات، يبقى كده المفروض دول 32 مش 36. لا سوري يا جماعه معلش، هما كاتبين 32 اساسا. ظلمناهم يا شباب. ال 36 ده البسكوت الساده. سوري سوري يا جماعه سوري. وانا اللي عامل فيها بقى المحقق كونان، وجبت اللي ما يتجابش بقى وبتاع، وهم في الاخر كاتبين 32 بس. آه. النوع السادس معانا بسكوت نجوم شوكليت. حلوة، بس عارفين يا جماعة احساس الكعك شوكليت اجمد بكتير. الكعك طري وعليه الشوكليت اجمد بكتير من البوتيفور الشوكليت. نخش بقى يا جماعة على اوف شوكليت، مش قصدي كعك شوكليت، كان اسمه كعك بشوكليت. النوع السابع معانا بسكوت نجوم شوكولاتة مشوكلت. دي اجمد من التانية. بصوا يا جماعة، الحاجة لما بتبقى في البسكوت البني ده بتبقى ايه، حاجة تانية خالص. النوع الثامن معانا ايه ده بسكوت مربى، بسكوت مربى. ده بقى البسكوتة نفسها جامدة شوية، مش طرية قوي زي البوتيفور التاني.
ما عجبتنيش عشان المربى. تاسع نوع واخر نوع ده بوتيفور شوكولاته متشقلط متبقلط. انا مؤاخذه اصل انا مش عارف اوصف الابيض ده ايه يعني، معلش سامحوني يا جماعه. هو بني من تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ دي جامدة. مش حلوة قوي للسبب الشوكولاتة البيضة دي جامدة قوي لدرجة وانا باكل كلت الكعكة من حولها ودي مش عارفة اكلها بسهولة، جامدة كده يعني. يعتبر اللي ما عجبنيش 3 قطع. اخر حاجة بقى هو ده جربناه اصلا، اللي هو اسمه ايه ده، الكوكيز بالشوكولاتة. بس ما فيش مانع ان نجرب واحدة يعني نطمن على الجودة، ان نشوف هل نفس جودة الكوكيز اللي لوحدها ولا لا. لا هي حلوة يعني، تعتبر نفس جودة التاني. حسيت بس هنا ان البسكوتة ايه ناشفة شوية عن التاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تحطوا لايك بقى.